أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام. نشرة الأخبار أقرأها على حضراتكم من الفضائية الإريترية، أستهلها بأهم وأبرز العناوين. عمليات جراحية في العمود الفقري في حليبة. جهود لتطوير تربية النحل في ابن حيلي. تقييم أنشطة الشباب في الإقليم الأوسط. السعودية والصين توقعان اتفاقية شراكة شاملة. الاتحاد الأوروبي يعلن ضم كرواتيا لمنطقة شنغن ويرفض طلبي بلغاريا ورومانيا. النواب الأمريكي يقر ميزانية دفاع قياسية ومساعدة عسكرية ضخمة لتايوان. إلى تفاصيل النشرة، أهلا بكم. يقوم أطباء إريتريون وصينيون بعمليات جراحية في العمود الفقري في مستشفى حليبة. وأوضح المدير الطبي للمستشفى الدكتور لؤول باتيرغا أن الأخصائيين الصينيين عملوا في السنوات الماضية في مستشفيات أوروتا وحليبة، وأن العمليات الجراحية في العمود الفقري تجري لأول مرة. وذكر أن المواطنين كانوا يضطرون الذهاب إلى خارج البلاد لإجراء عمليات العمود الفقري لكونها عمليات معقدة تحتاج لقدرات متخصصة. من جانبه أوضح أخصائي العظام والعضلات الدكتور سولومون تسجاي أهمية العمليات الجراحية، مشيرا إلى أن الأطباء الصينيين يقومون إلى جانب الدعم الطبي في نقل القدرات للأطباء الإريتريين. وقال أخصائي العظام والعضلات الدكتور محرت آبيا ماني إن العمليات الجراحية التي بدأت ستمكن المواطنين إجراءها داخل البلاد بمنصرفات قليلة جدا، معربا عن ثقته لإجرائها بتوسع مستقبلا. وذكر الأطباء الصينيون إجراءهم 5 عمليات جراحية ناجحة حتى الآن، وأن العمل مستمر. وقال النقيب تسفى مريم أبرهة الذي أجريت له عملية جراحية إن إجراء مثل هذه العمليات المعقدة داخل البلاد يعتبر فرصة كبيرة. دعا مكتب وزارة الزراعة في مديرية ابن حيلي مربي النحل المنضويين في جمعية تعاونية لتقوية الجهود لرفع الإنتاج. وأوضح مسؤول المكتب السيد منقس طعمة في الاجتماع الذي عقد في 6 ديسمبر وجود أكثر من 2100 منحلة حديثة وتقليدية، غير أن الإنتاج ليس بالمستوى المأمول لعدم اتباع الوسائل العلمية. من جانبه ذكر رئيس الجمعية الأستاذ جدي هايلي أن الجمعية تأسست بعدد قليل من الأعضاء ولم تستطع القيام بعمل فعال، داعيا مربي النحل للتأطير في الجمعية للحصول على إنتاج جيد. وأوصى أعضاء جمعية مربي النحل لتنظيم برامج لتبادل الخبرات والمعرفة وتوفير وزارة الزراعة المناحل الحديثة وسد متطلباتهم. وطالبت مديرية ابن حيلي بالإنابة السيدة ترحاس فقادو المزارعين للاستغلال الجيد لموارد المديرية، مؤكدة على تعاون إدارة المديرية مع مربي النحل. أوضح قسم السياحة في إقليم عنسبة في الاجتماع التقييمي الذي عقده يومي 4 و5 ديسمبر تنفيذ مهام جيدة لتطوير قطاع السياحة في عام 2022. وقال المدير العام لقسم السياحة السيد سالم علي في التوضيح الذي قدمه القيام ببرامج التدريب والمراقبة ودراسات وتوثيق الموارد السياحية ورفع الوعي الصحي لعمال المرافق الخدمية. وذكر جمع مبلغ أكثر من 16 مليون نقفة من المرافق الخدمية لتطوير قطاع السياحة وتوظيفها لمصلحة الشعب، والعمل بالتعاون مع إدارات الضواحي لحماية المواقع الأثرية والتاريخية. وأوضح مسؤول الدراسات ومتابعة السياحة السيد فسها هابتي أنشطة الحماية الجارية للمباني الأثرية ودور العبادة التاريخية والآثار والحيوانات البرية والغابات. من جانبه دعا مسؤول تصاريح العمل والرقابة سيد هابتي جابر منغستو لاتباع المرافق الخدمية قوانين وتعليمات السياحة والتحلي بالنظافة وحسن استضافة الزبائن. وأشار الاجتماع إلى برامج العمل لعام 2023.
قيم فرع الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في الإقليم الأوسط أنشطته في اجتماع عقده يوم 9 من ديسمبر. وأوضح مسؤول الفرع السيد سامسون هايلي في الكلمة التي ألقاها تنفيذ أعمال فاعلة هذه السنة لتأطير الشباب ورفع الوعي في الشباب والطلاب. وأوضحت تقارير المديرية تنظيم الدورات التدريبية والسيمينارات التوعوية لطلاب المرحلة الثانوية حول قضايا الحرب النفسية وعزة الاستقلال ودور وأهمية التنظيم والقيام بأنشطة نفير لحماية التربة وحفظ المياه. وأشارت التقارير إلى تقديم الدعم والتدريب المهني ل 252 شابا محتاجا للاعتماد على الذات وإدخال برنامج القروض للعمل وإيجاد مصدر للدخل. ودعا مسؤول الشؤون السياسية في مكتب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في الإقليم الأوسط السيد إيوب رآيا في ختام الاجتماع فرع الاتحاد لتقوية التأطير والتنظيم لتعزيز المساهمة في البرامج الوطنية وضعا في الاعتبار المرحلة الراهنة. أفاد مكتب وزارة الزراعة في مديرية أفعبت تنفيذ أنشطة حماية التربة وحفظ المياه من شهر أغسطس وحتى شهر نوفمبر هذا العام. وأوضح مسؤول المكتب السيد حاجوس جبرهيوت أن العمل الذي جرى في جميع الضواحي اشتمل على صيانة الطرق والمجاري التحويلية للسيول والتشجير إلى جانب حماية التربة وحفظ المياه. وذكر بناء المدرجات الحجرية والترابية الحوضية والحفائر والمجاري التحويلية. كانت هذه الأنباء المحلية مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود مع الأنباء العالمية فكونوا معنا. في الأنباء العالمية، وقع ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز مع الرئيس الصيني شي جين بينغ اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، بينما أكد شي أن زيارته إلى المملكة ستفتح عصرا جديدا للعلاقات بين الصين والعالم العربي ودول الخليج والسعودية. وأفادت وكالة الأنباء السعودية بأن ولي العهد استقبل في قصر اليمامة في الرياض رئيس الصين وأجريت له مراسم استقبال رسمية. وقال الرئيس الصيني إن زيارته إلى المملكة ستفتح عصرا جديدا للعلاقات بين الصين والعالم العربي ودول الخليج والسعودية. وشدد الرئيس الصيني على أن بلاده ستعمل مع الجانب الخليجي على بناء نمط جديد ومتزايد الأبعاد لتعاونهما في مجال الطاقة، مشددا على أن الصين ستغتنم فرصة إقامة وتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الصين ومجلس التعاون الخليجي لترسيخ الصداقة التاريخية وتعميق الثقة المتبادلة مع دول المجلس. وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن الشركات الصينية والسعودية وقعت 34 اتفاقية استثمارية في الطاقة الخضراء وتكنولوجيا المعلومات والخدمات السحابية والنقل والبناء وقطاعات أخرى. وافقت دول الاتحاد الأوروبي على انضمام كرواتيا إلى منطقة شنغن لحرية التنقل في يناير المقبل. في المقابل أعلنت رفضها انضمام كل من رومانيا وبلغاريا. وكتبت الرئاسة التشيكية لمجلس الاتحاد الأوروبي على تويتر: تبنى المجلس قراره وتأكد رسميا أن كرواتيا ستنضم إلى منطقة شنغن اعتبارا من الأول من يناير لعام 2023. مع هذا الضوء الأخضر الصادر بالإجماع عن وزراء الداخلية المجتمعين في بروكسل، أصبحت كرواتيا العضو 27 في هذه المنطقة الشاسعة التي يمكن لأكثر من 400 مليون شخص التنقل فيها بحرية من دون قيود داخلية عند الحدود. من ناحية أخرى، ما زال يتعين على رومانيا وبلغاريا الانتظار، فقد اعترضت النمسا على تشريحهما، فيما اعترضت هولندا على بلغاريا، ما أشاع شعورا ببعض المرارة في القاعة وفق ما قال مصدر دبلوماسي.
أقر مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون يمهد الطريق لوصول ميزانية الدفاع إلى مستوى قياسي يبلغ 858 مليار دولار في العام المقبل، بزيادة 45 مليار دولار عن الميزانية التي اقترحها الرئيس جو بايدن. كما صدق مجلس النواب ضمن ميزانية الدفاع للعام 2023 على مشروع قانون ينص على منح مساعدات عسكرية ومبيعات أسلحة ضخمة لتايوان بقيمة 10 مليارات دولار. ويسمح قانون الدفاع الوطني لعام 2023 المالي بتخصيص 858 مليار دولار للإنفاق العسكري، ويتضمن زيادة بنسبة 4.6% في رواتب الجنود وتمويل مشتريات أسلحة وسفن وطائرات ودعما لتايوان ولأوكرانيا. ومن المتوقع أن يوافق مجلس الشيوخ على مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني في الأسبوع المقبل، وأن يرسله إلى البيت الأبيض ليوقع عليه الرئيس بايدن ليصبح قانونا. في النبأ الأخير، تشتبه إدارة الطوارئ الروسية بأن الحريق الهائل الذي اندلع في مركز للتسوق في إحدى ضواحي موسكو وأسفر عن سقوط قتيل نجم عن عمل إجرامي، كما ذكرت وكالات الأنباء الروسية. وكانت وزارة الحالات الطارئة الروسية أعلنت أن فرق الإطفاء تكافح لإخماد حريق على مساحة 7000 متر مربع اندلع في مركز تجاري في إحدى ضواحي العاصمة موسكو. واشتعلت النيران في مركز التسوق ميغا خيمكي في ضاحية خيمكي بشمال العاصمة الروسية على بعد 7 كيلومترات عن مطار شيرميتيفو الدولي. مشاهدينا الكرام، إليكم تذكير بالعناوين قبل الختام. عمليات جراحية في العمود الفقري في مستشفى حليبة. جهود لتطوير تربية النحل في النحل. تقييم أنشطة الشباب في الإقليم الأوسط. في الأنباء العالمية، السعودية والصين توقعان اتفاقية شراكة شاملة. الاتحاد الأوروبي يعلن ضم كرواتيا لمنطقة شنغن ويرفض طلبي بلغاريا ورومانيا. والنواب الأمريكي يقر ميزانية دفاع قياسية ومساعدة عسكرية ضخمة لتايوان. مشاهدينا الكرام، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية النشرة قدمناها لكم من الفضائية الإريترية. في الختام، إليكم تحياتي وتحيات الفريق العامل، نستودعكم الله، إلى اللقاء.